يورجن كلوب امبارح طلع وقال ان محمد صلاح هو يعني عمري ما شفت لاعب في حياتي بيحب بلده وبيحب وطنه بالشكل ده. رامي عباس ماليش دعوه ان هو وكيله ولا مش وكيله، بس يعني اتعامل مع لاعبين كتير، وعمر ما رامي عباس طلع وقال عن لاعب هو كان متولي اداره اعماله ان محمد صلاح يعني وصل بيه الامر ان هو بيدافع عنه، بيقول لك لن يسقط نهائيا يعني. وبالتالي الجمهور ليفربول اللي من سنوات كمان بيهتف لي وبيهتف باسمه وكان في حالة قلق كبيرة جدا لما تعرض للإصابة، وبيقدروه بشكل كبير. في نفس الوقت هو بيلقى تقدير هنا طبعا في مصر، لكن البعض سواء من لاعبين سابقين او من الحملات ممنهجه على السوشيال ميديا بتحاول ان هي تشكك فيه. البعض يقول لك ده هرب. هو النهارده منزل، وصل الامر ان هو منزل النهارده صوره اثناء تاهيله في ليفربول، فاحد اللاعبين السابقين قال لك يعني في استنكار او بتريقه يعني ان فعلا التدريبات ديت كان لازم يسافر انجلترا عشان يتمرنها، على تعليقا على الصوره اللي هو منزلها. رد حضرتك ايه على الامور دي كلها؟ طيب هرد بس ما تقطعنيش. على حسب ايه، احنا مش هنغلط في حد. ماشي. بس هنرد على اللي تعرض له صلاح الاسطوره. قول زي ما انت عاوز بس ما تقطعنيش. بس على حسب. لا ما تخافش، ما فيش غلط في حد. لا ما بخافش، بس ولا هنجيب سيره حد. اتفضل. ولا بس هنتكلم على الكام نقطه اللي انت قلتها. اتفضل. يورجن كلوب صح؟ اول واحد اتكلم وقال لك ان انا ما شفتش واحد بيحب وطنه وعنده انتماء للبلد زي صلاح. لان اكتر واحد عارف ان يقول لصلاح اقعد، هو يقول له لا انا هروح منتخب حتى لو انت بتلعب جنوب السودان. صح. وبيأثر وبيمشي كلمته على كلوب. صح. نفس الكلام على رامي عباس. نفس الكلام، لا اقعد وخليك هنا والكلام ده، ويعتذر عن الماتش ده ويقول لهم لا هروح. صح. هو ده جزاته؟ يبقى ده تخونوه. واخد بالك؟ هنا اللي بيخونوه انت عارف اهل الشر والناس اللي هي انت عارفهم كويس قوي، وعاملين عليه الحملات ده من ايام 7 اكتوبر. واخد بالك؟ وهو اصلا مش في دماغه، يعني هو مش في دماغه، بس للاسف فصيل كبير. وانا عذر الفصيل ده لاني كان في الوقت ده يعني الناس دي هيأت للفصيل ده ان محمد صلاح هرب، ساب المعسكر قبل الماتش وهرب. فطبعا انت كراجل ما عندكش درايه بكره القدم كما ينبغي، وتسمع كلمه ان هو هرب وساب المنتخب في الوقت ده، لا يبقى كده هو خاين، وكده ان هو باع القضيه وعايز يروح يلعب. خلي بالك وصلوا لهم ان هو عايز يروح يلعب في الليفر، ده هو اصلا في الدوري هناك يعني الانجليزي، ده هو اصلا هيروح هيتعالج عشان يلحق بزمايله هنا، عشان لو ربنا كرمنا دخلنا دور الثمانية ولا ان شاء الله قبل النهائي يبقى هو موجود. لان احنا برضو عندنا مع كل الاحترام الدكاترة بتاعتنا مش عارفين اصابته عاملة ايه. واحد قال لك ده هي ايه الماتش ده اللي هو جاي اللي بتاع الراس الاخضر، وبعد كده هيلعب الماتش اللي هو في دور ال16، مش ده حصل؟ وبعد كده قال لك لا ده هو ماتشين، وبعد كده لاصوا. فانت لما رحت للاساس اللي هم عندهم الخبره، هو انت لما في حد بيتصاب في مصر بيتعالج هنا في مصر؟ لما يكون لعيب مهم بيتصاب في مصر؟ محمد الشناوي بيعمل الجراحه بتاعت الكتف صح؟ في المانيا. طب حتى التاهيل دلوقتي بقى في مصر؟ لا، يا اما في قطر يا اما في الامارات، لان دولت عندهم احدث الاجهزه اللي موجوده دلوقتي في العالم، زيهم زي انجلترا والمانيا. ومش كنا ده اللي بيحصل لما حد بيطلع يتصاب يطلع يأهل في انجلترا او في المانيا؟ فدلوقتي بقت حنينه شويه، بقت قطر والامارات، لان عندهم كل الامكانيات اللي هي تأهلهم ان هم احدث حاجه في العالم بيجيبوها. ده احنا لما بنيجي نعمل استشفاء هنا بعد الماتشات بيبقى صلاح قاعد في برميل، بتشوفها ولا ما بتشوفهاش؟ برميل ويحط له تلج وينزل فيه. هو
انت جايب له ترق اللي هو البرميل بتاع الترشي، هو نازل يجيب لك ترشي من تحت. حصل ده كان، ولو حاولنا نجيب في بطولة افريقيا، مش فاكر اللي فاتت ولا اللي قبلها، كان فعلا اللي فاتت ما انا مش فاكر، نحاول نجيب الصورة يا محمد. براميله بينزلوا يحطوا له التلج فيها ويقول لك انزل. التانية في اجهزة بتخش فيها تبقى داخل مرهق وتعبان، تخرج عايز تلعب. ما هو ده الفرق بقى، واخد بالك؟ يبقى انت هتيجي تعالجه وتقول لي كان قاعد في كوت ديفوار. ده كوت ديفوار فيها مع كل الاحترام لا يعني فيها اماكن امكانيات اقل، لا فيها ما فيهاش كهرباء كمان. هو بينزلوا مثلا في الاوتيل، فالاوتيل ده بيبقى فيه محولات وفيه مش عارف مواتير والكلام ده عشان الكهرباء، واخد بالك؟ في حتت تانية حواليها ما بيبقاش فيها كهرباء. فانا بقول لك ايه، يبقى دول هيجيبوا جهاز مثلا يعدي 2 مليون دولار ولا 3. انا مالنا، ده احنا عاملين الملاعب بالعافيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسوأ حاجة في الدنيا لما ندافع بالباطل وعن الباطل. محمد صلاح نجم كبير، محدش اختلف على ده. محمد صلاح حصل له إصابة ومحدش اختلف على ده، لكن نوع الإصابة اللي عند محمد صلاح ما تستدعيش سفره ليفربول يا كابتن رضا عبد العال، وده كان وجه اعتراضنا. إصابة عادية، إصابة عضلية في العضلة الخلفية، وده المعلن من اتحاد الكورة والمعلن من طبيب الفريق. يعني كان ممكن يتعالج أثناء البطولة مع زمايله، لأنها إصابة عادية. الناس اللي بيسافروا التأهيل دول لألمانيا أو قطر أو الإمارات أو الحتت دي كلها، أو أسبانيا أو البرتغال، الناس اللي عندها أحدث أجهزة خاصة بالإصابات الطويلة والإصابات الصعبة، وتر أكيلس، رباط صليبي، خلع في الكتف زي محمد الشناوي هيقعد من 4 ل6 شهور، لكن الإصابة العضلية معروف إنها بتقعد من أسبوع لأسبوعين 3 بالكتير. فإحنا أول حاجة خدنا قرار وقتي، لا ده أنا مسافر ليفربول وأنت قائد منتخب. فكان وجه الاعتراض من كل الناس اللي اعترضوا على محمد صلاح النقطة ديت يا كابتن رضا عبد العال. مش نكاية في رضا في محمد صلاح كمحمد صلاح. محمد صلاح أسطورة من أساطير الكرة العالمية والمصرية، ما حدش أنكر ده ولا حد بينكر ده عليه، ده بالعكس ده محل افتخار واعتزاز لينا جميعا. لكن كونه ما يقدرش المنتخب في التوقيتات ديت عشان خاطر يروح يأهل نفسه، عشان خاطر يلحق مبارياته هو في ليفربول، ده الواضح لينا. بس خفوش بعقولنا، الإصابات الطويلة هي اللي بتستدعي السفر، بتستدعي أجهزة عالية وأجهزة فخمة زي ما أنت بتقولوا كده بأحدث تجهيزات. لكن إصابة عضلية في العضلة الخلفية إصابة عادية وبتحصل لأي لعيب في أي وقت. فليه بتستخفوا بعقولنا؟ إحنا مش بنهاجم محمد صلاح كمحمد صلاح، إحنا بنهاجم كابتن المنتخب اللي ساب المنتخب، أيا كان الكابتن ده مين واسمه إيه، لأن دي إصابة عادية ماهيش إصابة تستدعي السفر. والطريقة اللي تم بيها الإعلان عن سفره طريقة فيها مهانة وإهانة كبيرة لاتحاد الكورة المصري اللي هو بيمثل مصر، ان يتم الاعلان عن طريق ليفربول لا ده اللاعب ده هيرجع، وهم اساسا كليفربول مش ما لهمش اي سلطه ان هم يرجعوا اللاعب بتاعهم ايا كان اللاعب ده مين. مفيش اي نادي في العالم يقدر يستدعي لاعب اثناء بطوله كبيره زي ديت ويقول لا يرجع، مش من حقهم، لا اعراف ولا قوانين ولا اي حاجه تسمح لهم ان هم يقولوا او يقوموا بالدور ده. فده كان في مهانه كبيره لاتحاد الكوره اللي بيمثل مصر يا رضا عبد العال. يعني كنا بندافع عن مصر وعن كيان مصر وعن اسم مصر متمثل في اتحاد الكوره. للاسف ما قامش بدوره كما ينبغي، او على الاقل كان طالع اتحاد الكوره بنفسه هو اللي شرح لنا ليه محمد صلاح هيسافر. منتهى البساطه، يطلع هو يحكي لنا خلاص هنصدقه، لكن يطلع لنا كلام من ليفربول، دي مشكله ومشكله كبيره جدا. فبلاش تلوي الحقيقه، لو الحقيقه مش في صالح محمد صلاح. كنت عليه اصيل، كنت من عشاق الرياضه المصريه ومنتخب بلدك، ادينا لك اشتراك ودعواتكم ان شاء الله قدام الكونغو نعدي ونتناسى حته محمد صلاح دلوقتي ملهاش لازمه خلاص. اللي حصل حصل وملوش لازمه كتر الكلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.